مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم. لقاء متجدد على شاشة الاسكندرية، قيم وحياة، برنامجنا اليومي على الهواء مباشرة. كل المطلوب اعزائي المشاهدين اسم السورة ورقم الآية، وهذه القيمة الكبيرة وهي التوبة الى الله. يا رب كلنا نتوب، كلنا خطائين، ولكن خير الخطائين هم التوابين، فنتوب الى الله دائما ونتوب الى الله عن كل سيئة بنقوم بها او اي خطأ بنقوم به. حالا نشوف على الهواء مباشرة دلوقتي الشيخ حسن عبد المحسن هيقول لنا الآية، بعدين هيفسرها لنا، وهنتظر تليفوناتكم على الهواء مباشرة. أصدقائنا على صفحتنا في قيم وحياة عارفين رقم التليفون عشان احمد ما يزعلش، بس احنا حاطين رقم التليفون اهو على الصفحة، وانا هحطه لكم حالا على صفحتي انا، وبنقول لكم التوبة، نتوب الى الله توبة نصوحة، ولكن يكون هناك نية صادقة في ان احنا قصرنا فنتوب الى الله. خلونا ناخد هذه الآية ونعود اليكم في 5 أيام شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. التوبة إلى الله، ونحن في اليوم الخامس من أيام رمضان. هل بادرت بالتوبة؟ هل بادرت بالعودة إلى الله تبارك وتعالى؟ والمولى جل وعلا يحب العبد التائب. ورد أن موسى عليه السلام قال يوما: يا رب، ماذا تقول لعبدك إذا قال يا ربي وهو راكع؟ قال: أقول له لبيك عبدي. قال: فإن قالها وهو ساجد؟ قال: أقول له لبيك لبيك عبدي، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. قال: يا رب، فماذا تقول لعبدك إذا جاءك تائب بعد أن عصاك وقال يا رب؟ قال: أقول له لبيك 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 عبدي. فالمولى جل وعلا يحب التائبين، والله يريد أن يتوب عليكم. هو الذي كرهنا في المعصية، هو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. من أرشده المولى جل وعلا إلى التوبة قال في شأنه: أولئك هم الراشدون. وعلى العكس: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ففي أي طريق تسير؟ في طريق التوبة إلى الله تبارك وتعالى. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في التوبة، وهو يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اسمع إلى الله وهو يقول في كتابه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظر إلى القصص القرآني. سحرة فرعون لما أتوا إلى فرعون في بداية اليوم أو في أول اليوم قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يريدون المال، يريدون الدنيا. وفي نهاية اليوم ماذا قالوا لفرعون؟ قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وفي لطيفة من اللطائف أن جبريل عليه السلام نزل على موسى عليه السلام
وكان في أول اليوم يدفع السحرة في صدورهم، فقال له جبريل: يا نبي الله يا موسى، رفقا بأولياء الله، فهم في أول النهار عندكم وفي آخر النهار عندنا. علم جبريل أن السحرة سيتوبون إلى الله تبارك وتعالى. تاب السحرة مما فعلوه، وأنت أقبل عليك اليوم الخامس وإلى الآن لم تتوب إلى الله. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال له في صدر سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس الواحد 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فهل أنت ستسارع بالتوبة بالعودة إلى الله؟ اسمع إلى الحديث: الندم توبة، فعلينا أن نندم إن عصينا الله. قال الله في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سألناك اللهم التوبة النصوح التي لا ذنب بعدها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وغدا إن شاء الله اللقاء. شركة MCSP سلسلة المحاسب سنتر لاستيراد قطع غيار السيارات الصينية ورينو. جوانا خير وحاجات كتير وضمير وحب وقلب كبير، احنا الدواء والداء، ومهما تلهينا الحياة او حد في غفلتها تاه، دور على الاخلاق. جوانا خير وحاجات كتير وضمير وحب وقلب كبير، احنا الدواء والداء. اللهم تب علينا جميعا. الحقيقة دي الآية من الآيات الجميلة جدا في سورة النساء. يا رب تب علينا الآن، الآن يا رب تب علينا من كل خطايانا ونقنا من كل هذه خطايانا، وساعدنا في أن لا نعود إلى هذه الخطايا. سورة التوبة، سورة النساء، سورة التوبة في سورة النساء. عايزيني قلت بكل يعني أقول لكم إيه، بيضحك وسام دلوقتي في الكنترول. أنا قلت الإجابة لكن ما قلتش الآية، قلت إنها سورة النساء لكن ما قلتش الآية. كل مطلوب مشاهدينا اسم السورة ورقم الآية. أنا قلت اسم السورة، بقي رقم الآية، وهي مش آية واحدة، هي 2 من الآيات. ننتظركم على رقم الهاتف اللي نزلناه لكم قبل كده، وكل المطلوب مشاهدينا اسم السورة ورقم الآية. ناخد أول اتصال تليفوني. التوبة عن الذنوب، التوبة والتقصير في حق النفس، التقصير في حق الأهل، وأيضا التقصير في أشياء كثيرة جدا. أخد الاتصال ده. ألو، محمد عبد الحليم، محمد عبد الجليل. أهلا وسهلا أستاذ محمد. اسم السورة؟ اسم سورة النساء. رقم 20 و28 من سورة النساء. الكم كم وكم؟ 24 28. لا مش 22. طيب ناخد اتصال آخر على الهواء مباشرة. نحن في انتظاركم. والتوبة من التقصير في حق الناس، التوبة من التقصير في حق الوطن، التوبة من التقصير في ان احنا بشكل كبير جدا نتقي الله في افعالنا، التوبة عن الذنوب، عن الخطايا، عن الاخطاء، عن النميمة، عن شهادة الزور، عن الحلف كذب، عن كل ما يسيء للإنسان، وعن كل ما نهانا عنه القرآن الكريم. أمنياتي أن نتوب الآن يا رب، واغفر لنا وتقبل توبتنا الآن لعلها تكون ساعة استجابة. ناخد الاتصال. أستاذ أحمد رزق. أحمد رزق أبو زيد.
نعم. اسم السورة سورة النساء الآية 26 و 27. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. الو. الآية كام حضرتك؟ 26 و 27. الإجابة خاطئة، بشكرك جدا، وما ندخلش الأستاذ السحب علشان إجابته خاطئة. خلونا نقول خالد سلامة أجاب إجابة من على الفيسبوك صحيحة لغاية لما يجي لنا الاتصال. منى الجندي ها إجابة صحيحة. رشا نجيب، مش عارفة رشا يعني ملكيش نصيب من السنة اللي فاتت، يا رب يكون لكي نصيب السنة دي. مناجات مناجات اوكي. داليا عبد الله. السلام عليكم. وردشان الرملي سورة النساء الآية 27 و 28. وردشان الرملي، اهلا يا وردشان. اجابتك الاجابة ايه قلتي؟ الآية 27 و 28 سورة النساء. شكرا. وردشان ايه؟ الرملي. شكرا لاتصالك يا وردشان. ما زلنا مشاهدينا معكم على الهواء مباشرة. امال الشحات، اجابتك صحيحة يا امال. ها ناخد محمد عبد المنعم. يونس اسلام. ناخد الاتصال. الو. اهلا وسهلا بيكي. اسم الصورة ورقم الآية. اسلام محمد. اهلا يا استاذ اسلام سنة كام يا يونس؟ يونس اسلام محمد. يونس اسلام محمد. منين يا يونس؟ لا وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. طيب وطي بقى التلفزيون خالص، تسمعني خليني من التليفون. اوكي طيب. اسم السورة يونس. اسم السورة النساء 27 و 28. شكرا لاتصالك يا يونس، شكرا لاتصالك. ناخد طب سحب على ناخد سحب على اول جايزة. لسه معانا مكالمة. طيب مصطفى عبد الناصر. ناخد اتصال كمان. عبد الناصر ادوني قلم غير ده. خميس معلش. محمود فرغلي لانه فاز اول. والله يا استاذ محمود انت راجل جميل جدا، بتابعنا كل يوم، ولانه فاز اول يوم رمضان فكل يوم يقول لنا دعوه كده. يا رب تكون ساعه استجابه يا استاذ محمود، وربنا يوفقنا دائما. لكن كل اللي بطلبه مشاهدينا هو اسم السوره ورقم الايه، ونتوب توبه نصوحه عن النميمه، عن الكذب، عن اختلاق المواضيع، عن النفاق. النفاق ده حاجه. الاستاذ محمد فوزي عبد الحميد. اهلا محمد فوزي. اهلا بيك يا استاذ محمد. استاذ محمد انت شاركت قبل كده معايا مش كده؟ انت فزت معايا اول مرة حضرتك؟ اول مرة. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا يا خميس. اسم السورة ورقم الآية. استاذ محمد. سورة النساء الآية 27 و 28. سورة النساء. حاضر. شكرا لاتصالك. نشوف السحب. الأستاذ محمد عبد الجليل محمد عبد العال هو الفائز. بكرة في نفس ميعاد برنامجنا هيجي لنا الساعة 5:30 عشان تسلموا الجائزة على الهواء مباشرة. لسه بننتظر اتصالاتكم، لكن أنا باخد كم كبير والله من على الفيسبوك عشان يبقى فيه فرصة الجائزة تبقى على 3. اسم السورة ورقم الآية. اسم السورة ورقم الآية. ننتظر اتصالاتكم.
ننتظر اتصالاتكم. اسم الصورة ورقم الآية. ها طيب هقول لكم كمان في الأستاذ طارق أجاب إجابة صحيحة من على الفيسبوك. طارق محمود، طارق محمد، طارق محمد سورة النساء الآية 27 و 28. بالراحة عليا. طب اتعرف بحضرتك الأول بس وبعدين ادخل. حسين عبد الرازق. نعم. حسين سليمان. حسين عبد الرازق حسين سليمان. حسين عبد الرازق حسين سليمان. اسم السورة ورقم النساء. ايوه. الآية 27 و 28. شكرا لاتصال حضرتك، شكرا لاتصال. ما زلنا مشاهدين وانت طيب يا رب. ما زلنا مشاهدينا على الهواء مباشرة، ننتظر كل تليفوناتكم. كل المطلوب اسم السورة ورقم الآية، ويا ترى يا رب يكون في ميزان حسناتنا جميعا أن نتوب اليوم وتكون التوبة الآن. الأستاذة سحر عيد، لا مش لا شاهي سحر عيد ما كتبتيش إجابة لسورة النساء 27. ها شاهي مصطفى. ها منى خميس، إجاباتكم صحيحة. ما زلنا نأخذ كل الاتصالات الهاتفية، وأيضا مشاهدينا على الفيسبوك ناخد. ها الو، أهلا بيكي. أهلا منى. اهلا بحضرتك. اسم السورة ورقم الآية منى. سورة النساء 27 و 28. إجابتك صحيحة، بشكرك جدا. وناخد اتصالات تليفونية أخرى، ومشاهدينا ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. ننتظر كل اتصالاتكم التليفونية، وأيضا كل اللي على الواتساب بننتظركم مشاهدينا. التوبة الآن. كل ما نبغيه هو ان الانسان اذا اخطأ ربنا بيسامح، وبيسامح بشكل كبير جدا. نتوب عن ذنوبنا، نتوب عن النفاق، نتوب عن ايضا الغيبة، عن رمي المحصنات، اشياء كثيرة جدا نتوب عنها. ساندي، اهلا يا ساندي. ها ممكن اشترك في البرنامج؟ ايوه يا ساندي اتفضلي. ها اسم الصورة ساندي. اسم حضرتك ساندي ولا ايه؟ الو، اسمك ساندي؟ الو، سامع حضرتك بالراحة شوية وقولي لي اسمك ساندي؟ لا يا فندم، انا داليا عبد الله مع حضرتك، ممكن اشترك معاكي؟ داليا عبد الله، اهلا وسهلا. ايوه. اسم الصورة ورقم الآية يا استاذة داليا. سورة النساء آية 27 و 28. إجابة حضرتك صحيحة يا أستاذة داليا، بشكرك جدا. آخر تليفون هناخده النهارده، بقينا ناخد سحبين، سحب على الفيسبوك وسحب كمان على الاتصالات. ألو ألو أستاذة سوسن، أهلا وسهلا. ايوه حضرتك. أهلا بيكي يا أستاذة سوسن. اسم الصورة ورقم الآية. أهلا بيكي حضرتك. آية 27 28. كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك وشو حضرتك طيب. يا رب نكون من التوابين اللي ربنا يغفر لنا النهارده في هذه الليلة، خامس يوم. هو مرة معاك يا رب نكتب ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي، يا رب. كل سنة وانت طيبة. ما زلنا مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة. كل المطلوب اسم السورة ورقم الآية التوبة. هناخد أول سحبة على الفيسبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهو منى الجندي هي الفائزة اليوم في هذا السحب، ومن أصدقائنا على الفيسبوك. وهناخد سحب. منى الجندي هتتفضل عندنا بكرة، تتسلم جايزة مقدارها 500 جنيه مقدمين من رجال أعمال في اسكندرية. وفي آخر الحلقات هبقى أقول لكم هم مين، لكن في أحد هؤلاء الرجال الأعمال مسيحي، والحقيقة برنامجنا يعتبر ديني، فهو بيصرف عليه ودي أو بيشارك فيه، لأن هم أكثر من رجل أعمال. هنشوف مشاهدينا بعد هذا الفاصل، نشوف مين السحب على الجائزة الثالثة قدرها 500 جنيه.
حسين عبد الرازق حسين سليمان هو الفائز في السحب اللي احنا اجريناه دلوقتي، وهنشوف مين اللي هيفوز اللي هيتسلموا الجوائز النهارده. فازوا 3 امبارح وجوائزنا الجوائز معانا اهيت هيتسلموها حالا. لكن كل اللي احنا بنريده مشاهدينا الاعزاء وبنؤكد عليه مرارا وتكرارا هو اهميه التوبه، اهميه التوبه. يعني خير الخطائين هم التوابين. قد ايه لما نخطئ نقدر ان احنا نتوب الى الله. فاصل مشاهدينا وهيستقبل استوديو الهواء الفائزين امس. وضمير وحب وقلب كبير احلى الدواء والداء، ومهما تلهينا الحياة او حد في غفلتها دور على الاخلاق. وانا خير وحاجات كتير وضمير وحب وقلب كبير احلى دواء والداء، ومهما تلهينا الحياة او حد في غفلتها دور على الاخلاق. قيم واخلاق طيبين موجوده منا من سنين امرنا بيها الدين. كده المتسابقين اللي معانا محمد انت بتتسلم عن بابا مش كده؟ انت في سنه كام؟ رابعه ابتدائي؟ رايح 5 خلاص. هتعمل ايه بقى بالفلوس دول 500 جنيه؟ تضحك ليه؟ مش عارف. مش عارفين حاجه ليك في العيد؟ كل سنه وانت طيب يا حبيبي. اهلا بيكي يا استاذه هبه، اتفضلي. اول مره بتشاركي معانا؟ اول مره اكسب معاكم، بس على طول بقى بتصل. على طول بتتصلي. اهلا وسهلا بيكي. فزتي معانا ب 500 جنيه. بشكرك جدا والف مبروك. الف مبروك الف مبروك. طبعا كان معانا اسلام السيد ابراهيم، الحقيقه ما جاش لغايه دلوقتي. احنا ممكن الجايزه نخليها لغايه بكره، لكن بكره لو ما جاش هنسحب عليها مره ثانيه. فبرجوه ان هو يجي قبل بكره بسرعه، علشان يعني بكره تحديدا يجي لنا علشان يتسلم الجائزه بتاعته. برنامجنا يومي على الهواء مباشره. كل المطلوب اسم الصوره ورقم الايه. ومشاهدينا الاعزاء صورتنا النهارده كانت الاجابه الصحيحه سوره النساء الايه 27 و28. كل امنياتنا بالتوفيق، وايضا ان الناس كلها تكسب معانا. لكن الهدف من البرنامج هدف اسمى واعلى من هذا بكثير، وهو ان احنا نفتح القران ونعمل بالقران. فعندما نصل ان احنا بنعمل بالقران صدقوني المساله مش قراءة القرآن الكريم. أنا بس بسمع ناس تقول لك على 20 ال 30 ال 40 خلصنا الجزء مش عارف ما فيش 40 طبعا ال 30 احنا هنعيد تاني هنعمل مش عارف ايه كلام من ده. لكن ازاي الناس يستوعب الكلمة يعمل بالقرآن؟ هذه هي الإشكالية الكبيرة. كل سنة وانتم طيبين. شكر خاص جدا لزميلي خميس عوض. إلى اللقاء مشاهدينا، وننتظركم في نفس هذا الميعاد على الهواء مباشرة.